رسميا فرقة بي تي اس والخدمة العسكرية وجين أول العائدين من فرقة بي تي اس. كيفاش مشاو هاد الأخبار هادو وكيفاش تفاعلتوا مع هاد الأخبار؟ كنشوف بزاف ديال التعاليق يعني حزينة كتابة بعد يعني التحاق آخر الأعضاء ديال الفرقة للخدمة العسكرية. شفت بزاف ديال الطاقة السلبية، شفت بزاف ديال الناس مقلقين مكتئبين، الحزن، كاين واحد الطاقة في شكل. هو أمر عادي بصراحة بحكم أن يعني بي تي اس كانت كتمثل العائلة ديال بزاف ديال الفانزات ديالهم. يعني بي تي اس معروفين بداك الانترتينمنت ديالهم، بداك الترفيه، بداك الفكاهة، بداك النشاط، بداك التفاعل ديالهم مع الفانزات. شي حاجة اللي هي مفهومة بزاف. وهاد الفترة هادي بطبيعة الحال غادي تدوز، يعني ما غاديش تكون فترة يعني أبدية. عام ونص، هاد عام ونص غادي نشوفو جين يعود بعد يعني 6 أشهر من الآن. هادي دابا حنا راه كنحتفلو بعيد ميلاد جين فسميتو في الجيش، يعني كمل العام ديالو، بقات 6 أشهر. غادي يرجع لينا في شهر يونيو القادم. يعني كاينين اخبار مزيانه، اخبار اللي حزينه نقدر نعتبروا اخبار حزينه ان بي تي اس كاملين دابا ما كاينينش في الصناعه ديال الكيبوب كي يأديو يعني الخدمه العسكريه. نحاولوا نتناقشوا شويه في التفاصيل. هاد الاخبار حنا كاملين عارفينها. يعني كنشوفوا دابا كانوا الناس بزاف تيهضروا على بي تي اس، هادي ماشي مرجلين، ماشي قادين بالمسؤوليه، لا ما بغاش يدخلوا للجيش. تشوفوا باللي طايوب مثلا التحق بواحد الوحده في العسكر قاصحه بزاف، كتبغي القوه البدنيه والذكاء، وطايوب مشى تيشري العد. يعني هنا تتعرفوا باللي طايوب يعني الشخص ديالو بشكل. انا عزيز عليا طايوب بزاف، عزيز عليا جونكوك، ولكن طايوب يعني يعجبني في هاد اللقطه ديال كان متحمس بزاف. وعجبتني تاني يعني ان طايوب مشى مع نمجون يعني بجوجهم، وجونكوك مشى مع جيمين تاني بجوجهم في الوحده. ويعني شي حاجه زوينه صراحه. انا ما شفتش هاد اللقطه هادي، ما شفتش شي فرقه ديال الكيبوب واحده اخرى. يعني من حق الفانزات ديال بي تي اس انهم يفتخروا بالاعضاء ديالهم اللي متبعينهم، حيت الطريقه باش الفيلم كامل باش داز طريقه زوينه، والارميز والفانزات ديال بي تي اس يعني ختموها بواحد الطريقه كلاسيكيه زوينه بزاف. الوحده الساكنه العسكري ديال لونسان غطاوها كامله باللافتات التشجيعيه ديال جون كوك وديال جيمين وديال طايون وديال نامجون. ما كاينش شي فخر اكثر من هذا. يعني شي حاجه اللي هي مثاليه، نهايه مثاليه لواحد البدايه جديده قادمه. يعني من حق اي واحد يعني تيتبع الفرقه انه يفتخر بها. يعني حتى داك الحزن ولا داك الاكتئاب انا مفهوم، راه عادي، راه ماشي شي، حيت هي اول تجربه، ويعني تجربه صعبه بحكم انهم كاملين في الجيش، والغياب ديالهم راه مؤثر بزاف. ولكن يعني ملي كنشوفوا هاد الاحداث اللي طراو وهاد الطريقه باش سميتو، يعني هادوك الناس اللي كانت عندهم واحد الفكره مسبقه ديال ان بي تي اس لا راه باغيين يتهربوا من الجيش، لا هذيك هما دابا هادي هما كانوا مفتخرين براسهم، كانوا باغيين يلتحقوا، مع العلم ان التاثير ديالهم كبير. يعني انا كانت عندي واحد المعلومه كنت قريتها باللي بي تي اس كانت عندهم داك الاختيار ما بين انهم يلتحقوا وما يلتحقوش، ولكن من شافوا واحد طريقه التعامل ديال كوريا معهم، يعني بداو بحال تيستفزوهم شويه، بداو بحال تيحاولوا يستغلوهم. من قالوا لهم غادي تروجوا لنا اكسبو 2030 7 سنين وانتم
غتبقاو تروجوا لنا، غتمشيو ديروا اورتور، ديروا جولات، ديروا حفلات، ديروا في العالم، تروجوا لنا الاكسبو كدا وسميتو. من موراها قالوا لي من لا خصكم ديروا الكرامه باش نديروا لكم الاعفاء. صافي بقى الاعضاء قرروا انهم صافي نسالوا هاد الحفله هادي، نلتحقوا بالجيش، ومن تما من موراها صافي حنا غادي نعيشوا يعني غادي نعيشوا داك الكينونه ديالنا مع الفانزات ديالنا. فهما ما قبلوش داك الضغط ديال كوريا اللي عيشاتو فيه، حيت كل ما التحقوش بالجيش اول حاجه كانوا غادي يعانيو من ردود الفعل. يعني كانوا غادي يعانيو بزاف من الكيبوب، في الصناعه ديال الكيبوب غادي يقولوا لهم بلي نتوما يعني ماشي قد المسؤوليه وما باغينش تخدموا بلادكم، وهادي غادي يدخلوا في شي حوايج اللي ما عندهم ما يديروا بها. وكما تنشوفوا يعني داك العناق ديال طايهيونغ ونامجون غاديين بحثياتهم. طايهيونغ التحق باقوى وحده عسكريه في هذاك التكانه، جيمين وجونكوك ملتحقين بجوج يعني تحت المسؤوليه ديال جين، حيت التحقوا في نفس الوحده في نفس الملحق ديال جين اللي تيقوم جين بالتسيير ديالو. شي حاجه مزيانه، هذه شي حاجه مثاليه. من حق الناس انهم يتحزنوا شويه بحكم ان يعني من 2013 من التاسيس ديال الفرقه ديال بي سي اس مع مر الفانزات عاشوا هذا الاحساس هذا. ولكن يعني في 2025 كما وعدنا جيمين انه غادي يكونوا جولات عالميه كبيره. الناس يعني الاعضاء فرقه ديال بي سي اس راه متحمسين للجولات. بطبيعه الحال فازات ما عليهم غير ينتظروا وما عليهم غير يطوروا تهم من ذاتهم. بي سي اس من غادي يرجعوا غادي يكون الاعمار ديالهم مختلفه، غادي يكونوا نضجوا اكثر، غادي نعيشوا معهم تجارب واحده اخرى. والتجارب اللي غادي يعيشوها الفانزات ديال بي تي اس مورا العوده ديال بي تي اس 2025 غتكون مختلفه بزاف. حيت الانسان ملي تعطيه واحد الفتره ديال الفراغ ومن كيرجع اقوى. نتوما كتشوفوا فرقه ديال بلاك بينك عامين الغياب ديالها في الصناعه ديال الكيبوب، من موراها رجعت بقوه. شفنا الجولات العالميه اللي اكتسحات، يعني دارت واحد الصيت عالمي كبير. فنفس الحاجه يعني بي تي اس من العوده ديالهم غادي تكون عوده قويه. فراغ كبير يعني بحال داك المثل اللي تيقولوا ليه هدوء قبل العاصفه. وبي تي اس العوده ديالهم غادي تكون مزيانه. كنتمنى ان الفانزات ديالهم ديال بي تي اس انهم ما يكتئبوش بزاف، ما يحزنوش بزاف، يحاولوا انهم يتفكروا ديما ديك النوستالجيا الزوينه ديالهم والذكريات ديالهم. و يعني الوكاله راه يعني ماشي وكاله، الاعضاء داروا بزاف ديال المحتوى اللي غادي يبدا يتلاح بشويه بشويه. طايهيونغ مشارك في البطوله ديال اغنيه ديال ايو قديمه، هو اللي غادي يلعب دور البطوله. سمعت بلي نامجون عنده شي حاجه غادي يحطها. يعني كاين محتوى، كاين مفاجآت.